لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين حمدا يليق بجلاله، حمدا يليق بعزته وكبريائه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عليها نحن، وشهادة عليها نموت، وشهادة عليها نلقى الله بإحسان إلى يوم الدين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين وسيد الآخرين، كان رحمة من الله للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فصلاة وسلاما عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع خطاه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أمة محمد، تكلمنا في الخطبة السابقة عن فضل شهر شعبان، وبينا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به، وأنه كان يكثر من الصيام فيه. ولما سئل عن ذلك قال: هذا شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كذلك كان في شهر شعبان تحويل القبلة، وتحويل القبلة يا إخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يضع الكعبة أمامه ويتجه تجاه بيت المقدس، فكان يجمع بين الاثنين. لكنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، فالمدينة شمال مكة، فكان لا يستطيع الجمع بين الاثنين، فكان يتمنى أن تكون الكعبة قبلته. وعلى أصح الروايات ظل رسول الله يصلي تجاه بيت المقدس بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا. لكن هل يا ترى اتجاه رسول الله تجاه بيت المقدس كان باجتهاد منه أو بوحي؟ فمنهم من يرى أنه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء السابقين كانت قبلتهم بيت المقدس، وخاصة أنبياء بني إسرائيل. أما الرأي الثاني أنه كان ذلك بوحي من الله،
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. إذا نظرنا إلى الآية في قوله تعالى سيقول السفهاء تبدأ بالسين سيقول والسين تفيد الحاضر والمستقبل أي أن رب العباد أخبر نبيه قبل أن تحول القبلة فذلك معجزة. الأمر الثاني أنه كان عنده استعداد للرد على هؤلاء السفهاء حينما يعترضون والسفهاء هم يشملون المنافقين والمشركين واليهود وغيرهم لأنهم جميعا اعترضوا ما بال الناس الذين ماتوا على القبلة الأولى وما بال الناس الذين كانوا يصلون هنا ثم يتركون ويرجعون إلى هناك فأي اتجاه صحيح. فكان الرد عليهم حاضرا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله. ولكن يا إخوة لابد أن نعلم أن رب العباد تبارك وتعالى أحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا يليق بالوصف فوق كل ما يتمنى أي إنسان وفوق كل ما يتمنى البشر. فها هو حادث الإسراء والمعراج وما فيه من مقابلة مع النبي وها هو بعد ذلك تحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء الرسول لم يطلب إنما كان يتمنى في قلبه. لذلك هذه إشارة كأن رب العباد يقول كل الناس يتمنون رضاي وأنا أتمنى رضاك يا محمد في الدارين. في الدنيا فلنولينك قبلة ترضاها في الآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى. كذلك هذه الأمة وسط والوسط هو العدل والخيار. فهذه الأمة العبادة فيها لا فيها إفراط ولا فيها تفريط بل هي أمر سهل ميسر لكل إنسان في الطاعات والعبادات. وهذه الوسطية جعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم سوف تكون شاهدة على الأمم يوم القيامة. فحينما يجمع الله الجمع يوم القيامة فيسأل رب العباد هذه الأمم هل أخبركم أنبياؤكم فيقولون لا. فيسأل الأنبياء هل أخبرتم أممكم يقولون نعم. من يشهد لكم يقول محمد وأمته. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد حينما يجمع الله الجمع يوم القيامة يوم الحشر يسأل رب العباد أمة نوح هل أخبركم نوح يقولون لا. فيقول لنوح هل أخبرت أمتك يقول نعم. من يشهد لك يقول محمد وأمته. ثم تلا قول الله تعالى وكذلك
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الشهادة مكانة عظيمة للأمة، كونها تشهد على الأمم السابقة بأي شيء تشهد بكتاب الله. فحينما يسألهم ربهم بما شهدتم هل رأيتم، يقولون إن محمدا جاءنا بالقرآن، والقرآن أخبرنا بذلك أن الأنبياء السابقين بلغوا أمتهم أو أممهم، فكان كذلك الشهادة للأمة على الأمم السابقة. ومن هنا رب العباد تبارك وتعالى سمى أمة محمد بالصلاح. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ووصف هذه الأمة بالفلاح، قد أفلح المؤمنون، ووصفها كذلك بأن هذه الأمة أول الأمم التي تدخل الجنة يوم القيامة. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. وفي الحديث الذي رواه البخاري كذلك يوم القيامة يؤتى بكل رجل من أهل الشرك يقذف به في النار، ويقال للمؤمن هذا فداؤك، أي هذا فداؤك من النار.